قررت سارة، أحمد وفهد 3 أصدقاء الانطلاق في مغامرة مثيرة عبر غابة كثيفة وغامضة. كل واحد منهم لديه شغف فريد يدفعه للمضي قدما. سارة المتحمسة للطبيعة تتطلع إلى التقاط جمال الحياة البرية من خلال كاميرتها. أحمد القائد الشجاع واللطيف لطالما حلم باستكشاف المجهول. وفهد الصغير المفعم بالفضول والحيوية مصمم على تعلم كل شيء عن النباتات والحيوانات التي قد يصادفونها. هدفهم هو العثور على بعض الحيوانات النادرة والأكثر جمالاً في الغابة، خاصة الطيور الملونة المختبئة في أعماق الغابة. على طول الطريق يواجهون تحديات مختلفة: عبور الأنهار، التنقل عبر الغابات الكثيفة، وتسلق الأراضي الصخرية. ومع ذلك فإن صداقتهم وعملهم الجماعي يساعدهم على التغلب على كل عقبة. خلال الرحلة يدهشهم جمال الطبيعة الذي يحيط بهم. يقابلون حيوانات غريبة ويستمعون إلى أغاني الطيور النادرة ويشعرون بمتعة التواجد في قلب الطبيعة. ومع اقتراب اليوم من نهايته يشهدون منظرا رائعا لطائر نادر ذو ريش قوس قزح، مما يمثل نجاح مغامرتهم. تغرب الشمس لتكون نهاية مثالية لرحلتهم التي لا تنسى. مغامرتهم لم تكن فقط حول الاكتشاف، بل كانت أيضا حول قوة صداقتهم وتعاونهم وتعلمهم تقدير عجائب الطبيعة.